لو ما شفتش ملخص الحلقة اللي فاتت من وان بيس والتدخل الأسطوري لملك الظلام ريلي فارجع شوفه الأول. ولكن في البداية لو انت لسه ما اشتركتش فانزل واشترك، لأن اشتراكك بيدعمني وبيفرق معايا جدا. فنصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وندعي لإخواتنا وأهلنا في فلسطين، ويلا بينا نبدأ. بعد الانتهاء من أرك بلاد وانو، وتم تحرير بلاد وانو على ايد الجيل الأسوأ اللي قدروا يثبتوا نفسهم للعالم بالقضاء على كايدو والبيج مام. ورجعنا تاني للعالم الخارجي التي لا يزال في فوضى عارمة، وعرفنا انه تم حل نظام الشيتشيبوكاي واللي ادى الى انشاء منظمة الصليب على ايد كروكودايل وميهوك بقيادة اليونكو باجي. الأمور لم تنتهي هنا يا أصدقاء. البحرية واليونكوتيتش هجموا على جزيرة الأمازون ليلي للقضاء على بواه هانكوك، ولكن شفنا تدخل ملك الظلام ريلي بالهاك الملكي اللي قدر ينقذ هانكوك وجزيرة الأمازون ليلي. وبعدها شفنا الأخبار المنتشرة حوالين العالم، وهي إن سابو متهم في قتل الملك كوبرا، وحكومة العالم أطلقت عليه إمبراطور اللهب. بس لوفي قال عمري سابو ما يعمل كده، وبعدها لوفي قال حلمه للطاقم لأول مرة، والكل استغرب إن حلم لوفي الحقيقي مش إن هو يكون ملك القراصنة. يضحك جيمبو بيقول أنا خلاص بقيت جزء من الطاقم، وشكل اخترت قائد مجنون ومثير للاهتمام، ولوفي بيضحك من كلامه. وتشوبر منبهر ومبسوط وبيقول هذا مذهل، وزورو مبتسم، ونامي بتقول للوفي الحلم مناسب ليك جدا أكتر من إنك تكون ملك القراصنة. بيقول له فرانكي ولكن تحقيق الحلم ده صعب جدا لو لم تصبح ملك القراصنة، علشان كده لازم نلاقي بونجلي في الطريق الرابع ونذهب مباشرة إلى لفتل. بتقول له روبين الموضوع مش سهل يا فرانكي، الحجر الأخير ده بالذات مشكلة كبيرة جدا لم يعثر عليه أحد منذ زمن طويل، عشان هو غير التلاتة اللي معانا ومفيش طرف خيط يدلنا على مكانه حتى. وتشوبر وباقي الطاقم بيكونوا مصدومين من الكلام ده، لكن فرانك بيقول لهم أيها الحمقى احنا طاقم قبعة القش ولازم نلاقيه مهما حصل. حلم الطاقم يعتمد علينا ولازم نحققه. وبنسيب طاقم قبعة القش وبنروح دلوقتي عند مقر البحرية في العالم الجديد، وهم بيقولوا ان هم رصدوا مكالمة من امبراطور اللهب الى مملكة كاما باكا، والجميع بيقولوا حددوا بسرعة مكان سابو بيستخدم حلزون اتصال عادي ومش حلزون التشويش، الظاهر ان هو اتصال طارئ ولن يتحدث كثيرا. بنشوف الصحفي المجنون مورجانس اللي بيصرخ وبيقول العالم الجديد بقى مجنون. شفنا تحالف الجيل الأسوأ في بلاد وانو واللي قدروا يهزموا 2 من اليونكو، وبعدها شفنا اليونكو الجدد واختل توازن القوة في العالم الجديد. ده غير ان هم حلوا نظام الشيتشيبوكاي اللي ادى الى انشاء نقابة الصليب اللي بدورها بتهدد حكومة العالم. كمان شفنا هجوم البحرية على جزيرة الأمازون ليلي وتدخل تيتش في القتال واختطافه لكوبي وتدخل رايل الأسطوري إلى عالم واقع في فوضى عارمة. في النهاية الجيش الثوري بدأ يتحرك وأعلنوا الحرب على التنانين السماوية، وسابوا متهم في قتل الملك كوبرا، وبعدها اختفت الأميرة فيفي. وبيجن جنون الصحفي وبيقول أنا مش قادر استنى، لازم العالم كله يعرف باللي حصل. وبعدها بنسيب المجنون ده وبنروح لقلعة بنجايا في الأراضي المقدسة، وبنشوف الجروسي هما مستنيين المقر يحددوا لهم مكان سابو، وبيحددوا موقعه وبيقولوا لهم إن سابو موجود حاليا في مملكة لولوسيا. والجروسي مستغربين إن هو في مكان زي ده، وبيقولوا إنها إحدى الدول الثمانية التي تمردت بعد قمة الريفري. وبعد رجوع الملك سيكي والأميرة كوماني من اجتماع الريفري لمملكة لولوسيا، تم اعتقالهم من قبل المتمردين في المملكة وحبسوهم في القصر. ووصل معلومات للحكومة العالمية بتقول إن في واحد من الجيش الثوري كان موجود في المملكة قبل اجتماع الريفري بيومين، وبالطبع مملكة لولوسيا هي أنسب مكان لاختباء سابو. بنشوف حاكمة عالم وان بيس ايمو ساما اللي بتظهر بمشهد مميز جدا، والجروس بيقولوا يا خسارة حظك وحش يا سابو، الظاهر ان في شيء سيء هيحصل لسابو. نرجع تاني لمملكة كاما باكا، وسابو بيكلم كوالا والبقية، والجميع فرحان ان سابو لسه عايش، وبيقولوا لندبرج قلقتنا عليك يا راجل، والجميع بدأ في البكاء. بس بتقول لهم بيلو بطلوا صدعتونا، سابو مش هيرن علشان يطمنا عليه، بس اكيد في سبب معين خلاه يتصل بينا. وبنشوف دراجون وهو قاعد غضبان من اللي عمله سابو، بيقول لهم سابو أنا آسف، أنا عارف إن أنا تسببت في الكثير من المتاعب، وأكيد قرأتوا الأخبار اللي نزلت في الجرايد عني، وهو إن سابو قتل الملك كوبرا. وبيقول سابو لدراجون مش أنا اللي قتلت الملك كوبرا، وكلهم بيتصدموا وبيفرحوا وبيقولوا إحنا واثقين فيك يا سابو وعارفين إنك عمرك ما تعمل حاجة زي كده. ولكن سابو بيقول لهم اسمعوا هذا، عندما كنت في المرج ورأيت شيئا لا يصدق، وبيسألوه شفت إيه؟ ولسه هيقول لهم بتروح بينا الأحداث عند إيمو ساما اللي قاعد على العرش الفارغ، والفراشة اللي على إيده بتطير وبتنطلق لسماء مملكة لولوسيا.
فوق مملكة لولوسيا غيوم كتير بدأت تظهر في السماء. يا إلهي ما هذا، والسكان شايفين شيء أشبه بنجم بيحوم فوق الجزيرة، والدنيا قلبت ليل في المملكة. وطبعا مملكة لولوسيا فيها ثورة زي ما عرفنا، وحبسوا الملك، والملك بيقول هتندموا على اللي بتعملوه، حكومة العالم هتيجي وهتساعدني، ولما اطلع من هنا هقتلكم واحد واحد. قول لواحد من المتمردين لو انت كنت اهتميت بشعبك شوية اكيد ما كانش حالك وصل لكده. بيقول له الملك انتوا شعب ملهوش اي لازمة، انتم شوية حسالة. بيقول له الراجل ده يا اخي خلى عندك دم واعترف بذنبك، نعمل فيك ايه تاني؟ بس الملك شايف نفسه صح وهم غلط. نرجع تاني عند ايمو ساما، والمرة دي بنشوف بعض الملامح من وجهه. يا الهي اخطر رجل في عالم وان بيس، بنشوفه للمرة التانية قاعد على العرش الفارغ، وسابه بيكلم دراجون والبقية وبيقول لهم غرفة العرش داخل قلعة بانجايا، العرش الخالي الذي يرمز الى عدم وجود ملك لهذا العالم. هذا العرش لم يكن خاليا. الجروس بيقولوا لقسم الاتصالات اقطعوا الاتصال، وايمو ساما بتعمل اكس على جزيرة لولوسيا على الخريطة، وفي سماء مملكة لولوسيا شيء كبير ضخم بدأ يظهر فعلا، والسماء اتغير لونها. يا الهي ايه اللي بيحصل؟ والاوامر اللي بيتم اصدارها لمقر البحرية، اعتبروا انكم ما سمعتوش حاجة النهاردة، لم يكن هناك اي اتصال. وبخصوص مملكة لولوسيا اعتبروا ان هذه البلاد لم يكن لها اي وجود ابدا. ويا ساتر فعلا سابوه كل سكان مملكة لولوسيا، ولولوسيا نفسها بيتعرضوا لضربة مدمرة من السماء، ضربة بتمحي مملكة لولوسيا من على الخريطة تماما وكأنها لم يكن لها وجود أبدا. ما هذا الرعب وما هذه القوة؟ وهل يا ترى هي دي فعلا قوة ايمو ساما ولا لأ؟ وفي اللحظة دي بيتقطع الاتصال بين سابو والجيش الثوري، وبنشوف متابعين الطقس اللي بيقولوا ان تسونامي هي اللي عملت كده في الجزيرة، وطبعا اي حد يعرف اللي حصل هنا هيكون مصيره مثل مصير سابو ومملكة لولوسيا. عند سفينة الطاقم وبعدها بكام يوم كانوا دخلوا في بحر أجواءه باردة جدا وفي أمواج كثيرة، وبروك بيعاني وبيقول احنا هنموت احنا متنا. وطبعا الخوافين خايفين كعادتهم، إلا أخويا زورو طبعا قاعد ولا على باله الدنيا. الله يحميك يا ابني والله. وبيقول له سانجي طبعا ما انت راس تحلب، الطحالب اللي زيك اكيد مش هتحس بالبرد. وزورو بيقول له انا ما بتكلمش مع اللي اقل مني رتبه، وكالعاده بيبدا القتال. ونامي بتقول لهم هو ده وقته والله ارميكم من على السفينه، وبتحذر جيمبي من الكتل الجليديه اللي قدامهم. طبعا السفينة في أمان طول ما ملك البحر جيمبي موجود عليها. بيقول لهم ارفعوا الأشرعة، الأمواج عالية والرياح قوية جدا، وعلى طول كل أعضاء الطاقم بيبدأوا في رفع الأشرعة. وبيقول جيمبي هو ده معناه إن احنا قربنا من جزيرة جديدة يا نامي. ونامي بتقول له أكيد احنا دخلنا في مناخ جزيرة ما. داخل السفينة بنشوف روبين وهي قاعدة بتقرأ الكتب وبتشرب الشاي ولا على بالها اللي بيحصل بره. وبيجي لها تشوبر وبيقول لها ايه رايك جامدة مش كده؟ اللي عملت له القبعة دي قدام علشان البسها في الأجواء الباردة، أنا دلوقتي اسمي تشوبر قبعة. ولوفي اللي قاعد في مكانه المعتاد فجأة بيشوف شيء وبيقول لنامي ايه اللي قدامنا ده؟ ونام الصدمة باينة على وشها، دي دوامة بحرية أمام سفينة الطاقم ولكنها عالية جدا. الكل مصدوم من اللي هم شايفينه، وجيمبي بيقول لهم أكيد ده حصل علشان في انفجار تحت الماء هو اللي عمل دوامة دافية في الهواء. ونامي بتقول لجيمبي يلا نهرب قبل ما تبلعنا. بس لوفي بيقول لهم استنوا في شخص داخل هذه الدوامة، وفعلا بنشوف حد بيصرخ داخل الدوامة وبيطلب المساعدة. وسانجي بيقول له عندك حق أنا سامع صوت صرخات سيدة. ويوسف بيقول طب حتى لو في شخص داخل الدوامة ايه اللي ممكن نعمله؟ وهنا بيتقدم أخويا زورو وبيقول أنا هقطع الدوامة وهنهي الموضوع ده. بس طبعا سانجي بيجي وبيقول له بقولك ايه، انت لو لمست الست اللي هناك انا هطلع عين امك يا راس الطحلب. وزورو بيقول له انا اللي هرميك للسمك بعد ما اقطعك طرنشات. وزورو بيقف وبيستخدم اسلوب السيف الواحد، وفعلا بضربة من سيف زورو بيقطعها نصين، والكل بيتصدم من قوة زورو المرعبة. وفي الوقت ده بيخرج تشوبر من جوه، وعلى طول الرياح من قوتها بتطيره لفوق، ولوفي بيحاول يساعده ولكن بيطير هو كمان مع تشوبر. وكمان بنشوف الطفلة الصغيرة الرياح بتطيرها لفوق معاهم، ولكن هذه ليست طفلة وإنما هي جولاري بوني، واحدة من قراصنة الجيل الأسوأ، ومكافأتها 320 مليون بيري. وعلى طول لوفي بيمسكها هي وتشوبر، ولكن بوني بتقول هو الوحش راح فين، وبتبص للسفينة وبتكلم الطاقم وبتقول لهم بصوا تحت. كل الطاقم مستغربين ومش فاهمين هي بتقول ايه، ولكن برضو بتقول لهم بصوا تحت في وحش كبير جدا تحت السفينة.
المرة دي بيبصوا بيلاقوا وحش ضخم ماشي تحتهم. يا إلهي ما هذا، سمكة قرش عملاقة جدا هتبلع السفينة. ايه اللي هيحصل للطاقم بعد هذا الهجوم المفاجئ؟ وايه اللي كانت جولاري بوني بتعمله؟ وايه اللي حصل لها بعد ما شفناها آخر مرة في الماريجوا؟ وسابه يا ترى عايش ولا ميت بعد اللي حصل لمملكة لولوسيا؟ كل ده نعرفه مع بعض ان شاء الله في الحلقات القادمه. ولو انت وصلت لحد هنا فانا احب اشكرك من كل قلبي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واشوفكم ان شاء الله في الحلقه القادمه، وسلام.